السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ انا النهاردة جايب لك فيديو جامد تنين هيخليك متحمس حتى لو ما تعرفش انا مين. بس قبل ما نبدأ عايزك تنزل تحط اللايك المتين، ولو انت لسه جديد فما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش كمان تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وكل سنة وانتم طيبين. ويلا نبدأ الانمي على طول. ده هو نويل، شاب عادي جدا من عيلة اوفر ديسك. في يوم من الايام بتهجم الشياطين على المدينة بتاعتهم، بتخلص على كل حاجة في طريقها. بتتفتح مغارة من الرتبة اس، ملوك الشياطين بيظهروا في كل مكان، بيقتلوا اي حد بيقابلهم. كمان في الوقت ده بيقرر جده انه يحمي المدينة ويخلص على الشياطين. بياخد نويل وبيوديه في حتة امان، بس صاحبنا نويل بيبقى قلقان. جده بيقول له انا اوفر ديسك قاتل الشياطين، مش عايزك تخاف طول ما انا عايش. بيسيبه بعد كده وبيمشي. بيروح للمعركة وبيبدأ يقتل في الشياطين كلها اللي بيقابلها، بيدمر كل اللي بيقابله حرفيا. بس فجأة بيسمع نويل صوت انفجار بره، بيروح على طول يشوف ايه اللي حصل. الواد بيتصدم من اللي هو شايفه. ايوه يا صاحبي، بيلاقي جده بيلفظ انفاسه الاخيره. بيقول له يا ابني سامحني، انا المره دي ما قدرتش احميك، بس عايزك تعرف ان انا كنت بحبك، وكمان كان نفسي تبقى مستكشف، بس مش مستكشف عادي، لا انا عايزك تبقى اقوى مستكشف في العالم كله، وتعمل اللي جدك ما عرفش يعمله في يوم من الايام. وبعد كده بيودع الملاعب وبيموت. بنعرف ان جده هزم سيد الشياطين اللي قبل كده وسموه اوفر ديس الذي لا يقهر. بيعدي الوقت وبيكبر نويل وبيبقى مستكشف زي ما وعد جده. بيكون هو وفريقه بيستكشفوا مغاره وبيقتلوا الوحوش اللي فيها. الواد ده بيكون اسمه لويد، والتاني ده اسمه والتر، والبنت اللي معاهم دي كمان بيكون اسمها تاني، لكن ما بيكونش بيقاتل معاهم علشان هو من فئة المتحدث، ودي من اضعف الفئات اللي موجوده. المغاره اللي هم بيستكشفوها دي بتبقى ملك المصاصين الدماء، واللي بيعتبروا من اضعف الفئات علشان ما بيقدروش يستخدموا السحر، لكن الملكه بتاعتهم بتقدر تنتج كميات كبيره من مصاصين الدماء في اي وقت. نويل بيقعد يشرحهم علشان يعرف تركيبهم الداخلي، لكن فجأة بيهجم عليه وحش من وراه. البت تاني بتلحقه وبتخلص عليه في لمح البصر. بيدخل لجوه وبيقترح عليهم والتر ان هم يخلصوا على الملكه مره واحده علشان يقدروا يوقفوا انتاجها. نويل بيعرفوا ان اللي بيفكر فيه ده غلط، علشان دي حاجه صعبه جدا على ناس من الرتبه سي، ولو عملوا كده هيموتوا على طول. والتر بيقول له خلصانه يا معلم، اللي انت شايفه اعمله. لكن قبل ما يخلص الكلمه بيلاقي الملكه بتهجم عليهم، وكمان بدات تنشر السم بتاعها في كل انحاء المكان. بتروح بعد كده تهجم على تاني وبتوقعها على الارض، وكمان بتروح على والتر واللي بيكون مش عارف يعمل لها حاجه، مستني الاوامر بتاعته من نويل. نويل في الوقت ده بيبقى مش قادر يتنفس، بيفتكر ذكرياته في الماضي لما كان جده بيدربه. بيقوم على طول وبيقول للوحش مش انا اللي تعمل معايا كده. بيفعل مهاراته وبيزود من قوه اصحابه وبيديهم الاوامر علشان يخلصوا عليها. بس اتباع الملكه بيوصلوا في الوقت ده، وكل اعضاء الفيلق بيكونوا خايفين. نويل بيطمنهم وبيقول لهم ركزوا على الملكه وهو هيخلص على التانيين. بيفعل مهاره البرق بتاعته وبيخلص على عدد كبير منهم. بيضرب بعد كده رصاصه بمسدسه وبيجمد الباقي، لكن في واحد قدر ان هو يفلت. بيكون قدامه 40 ثانيه قبل ما الملكه تجدد نسلها مره تانية، والوحش خلاص بيكون قرب منهم، لكنهم بيتحركوا في الوقت المناسب وبيقدروا يفصلوا دماغها عن جسمها. بيموت بعد كده النسل بتاعها كله. فيلق الافق الازرق بقى بيقدروا ان هم يخلصوا على الوحوش اللي في المغاره كلها. نويل بيفتكر ذكرياته مع جده لما قرر ان هو يدربه على استخدام عينه. هو مش بس كده، لا كمان يخليه اقوى مستكشف على وجه الارض. بيطلع لبره وبيقول لنفسه انا مش هبقى زيك، انا هبقى اقوى مستكشف على وجه الارض، حتى اقوى منك انت شخصيا. يقصد بالكلام ده جده يعني. بيتجهوا بعد كده لمدينه تراي عاصمه الامبراطوريه بتاعتهم. بتبقى عباره عن مدينه متقدمه جدا. المستكشفين هم ابطال المدينه دي. بيروحوا المطعم وبيقعدوا ياكلوا. العيال بيبقوا كسبوا 5 مليون من المهمه دي. بنعرف ان والتر ده مهاجم الفريق، والتاني دي المعالجه بتاعتهم. اما نويل بقى فهو القائد بتاعهم. والتر بيقعد يضايق فيه وبيقول له يا عم مش مشكله لما نصيبك يبقى اقل واحد فينا، ما انت برضه ما بتعملش حاجه. بيفتكر كلام جده تاني وهو بيقول له ان الفلوس كل حاجه ومن غيرها انت عاجز، وكمان مش هتعرف تعمل اي حاجه. سيبك من كلام الناس اللي لا بيودي ولا بيجيب، اهم حاجه ان انت تبقى رايق وتملى الجيب. نويل بيقول له خلصانه يا عم ما حصلش حاجه، وبيتجنب الكلام معاه. والتر بيتعصب اكتر منه وبيقول له على فكره انت اللي هتضيع سمعه الفيلق بتاعنا. نويل ما بيسكتلوش المره دي، بيقعد يضايق فيه اكتر واكتر وبيقول له انت من غيري ما تعرفش تعمل اي حاجه، يالا انت شويه عضلات انا بس اللي بحركهم بدماغي. والتر بيتعصب على الاخر وبيمسكه من رقبته وبيبقى يخلص عليه. لويد بقى بيبعدهم عن بعض وبيقول لهم كفايه لحد كده، فرجتوا الناس علينا في المكان كله، احنا لازم نمشي من هنا بسرعه. بيطلعوا لبره وبيكونوا كلهم متضايقين من المبلغ الصغير اللي هم خدوه. نويل بيقول لهم ان العشائر بياخدوا فلوس اكتر علشان بيستولوا على المغاره لحسابهم، وده بيحقق لهم مكاسب اكتر. فبيسال لويد هم معاهم قد ايه لحد دلوقتي من فلوسهم. بيعرفوا ان معاه 13 مليون. نويل بيقول لهم كويس قوي، احنا نعمل بقى العشيره بتاعتنا. قال له بس الحكومه بتفرض ضرايب 20 مليون، وده قبل ما تاسس العشيره. نويل بيقول له انا عارف، احنا هنكمل الباقي بس، وده هيخلينا نجمع فلوس اكتر بدل الملاليم
الملاليم اللي احنا بناخدها. قال له طب احنا هنعمل ايه في المقر بتاعنا؟ نويل بيقول له احنا نأجره بسعر كويس. تاني بتقول له احنا لسه مش مستعدين لكده. قال لها طب هنبقى مستعدين امتى يعني؟ احنا لازم نعمل العشيره بتاعتنا، وزي ما بيقول المثل نو ريسك نو فن. والتر بيوافق على طول. بيسأل لويد بقى ان كان هو هينضم لهم، علشان صاحبنا نويل كل اللي في دماغه انه يحقق حلمه ويبقى اقوى مستكشف في العالم، ولو ما وافقش هياخد نصيبه من الفلوس دي ويسيب الفايلق بتاعهم. لويد بيبقى متشتت كده في الاول، بس بيضطر بعد كده ان هو يوافق. بيتفقوا بقى ان هم يتقابلوا كمان يومين في بيته، وبيسيبهم بعد كده نويل وبيمشي. الوقت بيعدي وبيروح والتر تاني يوم لنويل. بيعرفوا ان لويد وتاني سابوا المدينه وهربوا، وسابوا كمان الرساله دي اللي بيعرفوا صاحبنا فيها ان هم خلاص خلصوا الفلوس اللي كانت معاهم في القمار، علشان كده اضطروا ان هم يهربوا علشان ما يواجهوش نويل. صاحبنا بيضحك كده من اللي هم عملوه، بيقول والله وقعتوا ومحدش سمع عليكم. بيسأل والتر هو لقى الرساله دي فين؟ الواد بيعرفوا انه لقاها في بيت لويد، فبيقول له احنا المفروض كنا نتقابل هناك بعد الظهر، اللي وداك بدري كده؟ قال له انا كنت سهران امبارح وعرفت ان في شغلانه قبضها كويس، فروحت علشان اتكلم معاه قبل ما حد يجي يسبقنا، بس لقيت البيت فاضي وصاحب البيت اللي اداني الرساله دي. فبيسأله هو مشى من البيت امتى؟ والتر بيقول له ان صاحب البيت عرفه ان هم مشوا من الساعه 8 الصبح. نويل بيقول له دول عالم صيع يابا، مخططين لكل حاجه، مشوا من المدينه قبل ما تقفل ابوابها، ودلوقتي الساعه بقت 10، يعني عدى اكتر من 14 ساعه، بس برضه هنقدر نلاقيهم علشان هم اكيد ماشيين على رجليهم، ولو اجرنا حصان هنقدر ان احنا نوصل لهم بسرعه. والتر بيقول له خلصانه يلا نروح. نويل بيقول له استنى بس كده، انت لما تروح هتعمل ايه معاهم؟ قال له انا هضربهم لغايه ما يعترفوا بالغلط بتاعهم. نويل بيقول له مش انا قلت لك انت شويه عضلات على الفاضي ماشيين على الارض؟ انت كده اثبتت لي ان انت غبي. انا هقول لك بقى احنا هنعمل معاهم ايه. هم اختاروا ان هم يسرقونا ويهربوا، ودي خيانه مش هقدر ان انا اسامحهم عليها، وعلشان كده هخلص عليهم بايدي. بيطلعوا بعد كده يروحوا لنقابه المغامرين. والتر بيساله احنا رايحين فين دلوقتي؟ نويل بيقول له هو انا هقعد اقول لك كل شويه؟ انت ليك مهمتك وهي انك تحارب، مالكش دعوه بقى بالتفكير تاني. بيدخل لجوه كده وبيعرف الفرق التانيه ان لويد وتاني هربوا، وبيعرض عليهم مكافاه 2 مليون اللي هيقدر يلاقيهم. الواد بيكون بيعمل كده علشان يوسع دايره البحث، وبالفعل بيوافق فايلق عضة البرق على المهمه. بيسالوا اذا كان يعرف اي حاجه عنهم. نويل بيقول لهم ان هو ما يعرفش حاجه، كل اللي هو يعرفه ان هم هربوا قبل ما بوابات المدينه تقفل. فالفايلق بيوافق على المهمه وبيمشوا. صاحبنا طبعا ما بيكونش عايز يعمل كده، بس ما فيش قدامه حل تاني. في شخص هناك بيقول له ان عنده معلومات. نويل بياخده وبيطلع لبره كده. بيعرفوا ان هو شاف 2 شبههم كانوا سايبين المدينه. والتر بيساله بيقول له هم فين بسرعه؟ الواد بيقول له لكل حاجه تمن يا صاحبي، انا مش هقول لك كده معلومات ببلاش، انت عارض مكافاه 2 مليون. نويل بيقول له هو 1,000,000 علشان انت عندك المعلومه وما قدرتش تمسكهم. قال له بس انا فايلقي مكون من 4 اشخاص، ومليون ده مش هيعمل لهم حاجه. نويل بيقول له خلاص لو مش عاجبك هشوف غيرك، بس صاحبنا كان عارف ان الشخص ده كبير في السن وعليه ديون كتيره وهيضطر ان هو يوافق غصب عنه، وبالفعل احساسه بيبقى صح. بيضطر الشخص ده ان هو يوافق، وبيعرفوا ان هم غادروا من البوابات الجنوبيه. فبيقول له تمام قوي، خد بقى الفريق بتاعك واستنونا هناك. وبيقول له والتر كمان يروح معاهم علشان هو عنده مهمه هيخلصها الاول. بيخلص المهمه بتاعته وبيروح لهم على طول. والتر بيساله اذا كان هيخلص عليهم بجد ولا بيهزر. قال له لو اضطريت ان انا اعمل كده مش هتردد ثانيه، علشان الخيانه ذنب ما يتغفرش، وتقدر تستناني هنا لو مش هتقدر تشوف المنظر بعينك. والتر بيقول له لا طبعا انا هاجي معاك. نويل بيقول له خلصانه يلا بينا. في الوقت ده بيكون لويد وتاني قربوا من المدينه اللي هم رايحين لها. بيقرروا ان هم يستريحوا ويكملوا رحلتهم تاني يوم، لكن قبل ما يكملوا كلامهم بيلاقوا نويل وراهم. الواد بيستخدم عليهم هجمه البرق وبيوقعهم هم الاثنين. والتر بيكون لسه مش مصدق ان هم خانوه، بيكون عايز يضربهم بس نويل بيوقفه. والتر بيسال لويد بعد كده فين مكافاه مصاصين الدماء اللي هم خلصوا عليهم. لويد بيعرفوا ان هو صرفها كمان علشان كان مديون بالفلوس دي. الواد بيتعصب وبيقول له يعني احنا خطرنا بحياتنا علشان نجمع الفلوس دي وانت في الاخر تصرفها كده؟ لويد بيقول له ان هو كان مديون بالفلوس، ولو ما كانش سددها كانت العصابه هتخلص عليه، ولو عايزين الفلوس دي هو هيقدر يجيبها لهم مره تانية. بس قبل ما يكمل كلامه بيضربوا نويل وبيوقعه على الارض. بيقول له انت اللي كنت عايز تبقى القائد ومحدش اجبرك على كده، لكنك في الاخر طلعت فاشل. بيفضل يضرب في الواد ومش رحمه. بيقول له لو عايز نسامحك بقى قول لي يا عم انا اسف 10 مرات. بتحاول تاني انها تدافع عنه، لكنه بيقول لها لو ما سكتيش هتتضربي مكانه. بيستعمل عليها تعويذه الاعتراف وبيخليها تعترف بكل حاجه، وانها كانت بتساعد لويد في القمار، لكن التعويذه دي بتكون محرمه دوليا وما ينفعش يستخدمها على اي حد. فبيقول لها انا عارف ان انا ما ينفعش استخدمها، بس انت حراميه وسرقت فلوسنا، والقانون مدينا صلاحيه استخدام المهاره دي علشان نخلي المجرمين يعترفوا بجرايمهم. الراجل ده بيقول له احنا ملناش دعوه بحساباتكم دي، ادينا فلوسنا علشان نمشي. نويل بيقول له استنى اما اخلص وهديك فلوسك. الراجل بيتعصب وبيروح علشان يهجم عليه. بيقول له انت اكيد عايز تنصب علينا زي ما هما نصبوا عليك. نويل بيصد الهجمه بتاعته وبيوقعه على الارض. بيقول له انا
قلت لك تستنى اما اخلص وهديك فلوسك كلها. بيكون لسه قايم علشان يهجم عليه تاني، بس نويل بيضربه وبيوقعه على الارض تاني. دي مهاره جده هو اللي علمها له، بتقدر انها تشيل حركه الخصم لدقايق معدوده. وبياخد بعد كده اعضاء فريقه وبيروحوا يقعدوا على جنب. بيوصل بعد كده تاجر العبيد اللي بيكون اسمه فينيكيو، وده بقى رئيس اكبر عصابه مافيا في الامبراطوريه كلها. بتكون دي المهمه اللي نويل راح علشان يعملها. هو كان عارف انهم اكيد مفلسين، فراح واتفق مع فينيكيو علشان يرجع لهم الفلوس بتاعتهم، وفي المقابل هيبيع له الويد وتاني كعبيد. كم انت قاسي يا نويل. تاني بترفض اللي هو بيقوله. بيقول لها تمام قوي كده، يبقى انا مضطر ان انا ابلغ الشرطه عنكم، بس انت عارفه نسبه نجاه السجناء كام؟ اقول لك انا 2% بس. انا مش عايزكم تموتوا بسهوله، فالاحسن لكم ان انتوا تتباعوا كعبيد علشان تتذلوا باقي عمركم بالفلوس اللي انتوا سرقتوها. فينيكيو بيعرض عليه بعد كده 6 مليون. نويل بيقول له يا عم ده مبلغ صغير، ما تهزها شويه كده، ده مش هيكفي تكاليف العشيره بتاعتي. بيقول له يا عم احنا اوامر ماشيين على الارض، الدوله ملزمه الاغنياء يقللوا من صرف فلوسهم على رفاهيات. نويل بيقول له انا كده فهمت، انا همشي البيعه دي على 11 مليون. فينيكيو بيقول له يا عم انا بقول لك 6 وانت تقول لي 11. نويل قال له خلصانه هارده بال15. الراجل بيقول له يا عم مفيش الكلام ده، هم 6 مليون وخلاص. نويل بيقول له لو انت اشتريتهم مني على 15 هقول ان انت شاريهم على 30، وده هيخلي الناس تهتم بيك اكتر، وهتلاقي عدد كبير من التجار التاني عايزين ياخدوهم منك، وساعتها هتقدر ان انت تضاعف في المبلغ ده وتبيعهم ب 90 مليون، وانت مش هتدفع لي غير 15. ساعتها انت هتاخد الربح كله الباقي لنفسك. فينيكيو بيقول له انت ما طلعت السهل خالص. بيعرض عليه ينضم للعيله بتاعتهم. نويل بيرفض وبيقول له انا مش فاضل شغل المافيا بتاعكم، انا عندي اللي اهم من كده. الراجل بيقول له خلصانه براحتك. بيقول للشخص التاني لو كلمه من الكلام ده طلعت لبره هتبقى شفت وش لاخر مره. وبيكمل نويل الصفقه بتاعته، بيدي للراجل المليون بتاعه. الشخص ده بيقول له انت مش بشري عادي، انت شيطان ماشي على الارض. نويل بيفرح من كلامه، بيقول له ان ده احسن وصف سمعه في حياته، وكل اللي هيقابله هيحصل اللي فاته. بيودع بعد كده والتر علشان هو قرر ان هو يغادر الفيلق، وبيقول له نتقابل على خير بقى يا صاحبي، وبيسيبه وبيمشي. بيروح بعد كده يقعد لوحده وبيقول لنفسه كل حاجه رجعت للصفر مره تانية، بس زي ما التعابين بتغير جلدها علشان يطلع لها جلد اقوى، انا كمان هغير الفيلق علشان اعمل فيلق اقوى وهبقى اقوى مستكشف في العالم كله. بيروح بعد كده يقعد في نقابه المغامرين. بيعرض عليه الواد ده واللي بيكون اسمه وولف ان هو ينضم لفريقهم. نويل بيبقى عارف ان الفيلق بتاعهم قوي بس بيكون متردد. بيفضل وولف يتحايل عليه بس بتيجي البنت دي وبتبعده عنه. بتقول له يا عم سيبه براحته. نويل بيقول له انا مستعد اوافق بس بشرط واحد، هو انك تخليني رقم واحد في الفريق، يعني انا اللي همسك قياده الفريق مكانك. كل اعضاء الفريق بيوافقوا بس وولف بيرفض. بيقول لهم انا اللي اسست الفيلق ده ومش هخلي حد يمسك القياده مكاني. فجاه بتظهر بنت وبتقطع كلامهم. بتقول له انت بقى نويل. بتكون قدرت تتسحب من غير ما حد يحس بيها، وبتكون جايه علشان شافت المنشور اللي نويل معلقه وكانت عايزه تنضم لفريقه. فبيقول لها روحي العبي بعيد يا شاطره، ما ينفعش الاطفال ينضموا لفريقنا. بتعرفوا البنت انها عندها 21 سنه وكده تبقى اكبر من نويل ب5 سنين. الواد بيسالها عن الرتبه بتاعتها. بتقول له انا كشافه من الرتبه سي. فبيسالها انت ليه عايزه تبقي مستكشفه اصلا؟ قالت له انا مش عايزه ابقى مستكشفه ولا حاجه، كل اللي يهمني هو انت، وده لانك حفيد اوفر ديس. بيسالها اذا كانت تعرف جده. قالت له لا انا معرفوش، بس جدي قال لي ان هو دخل معاه في قتال قبل كده وده تسبب في قطع دراعه اليمين. بيقول لها يعني انت جايه هنا علشان تنتقمي مني وتاخدي بطارق؟ قالت له لا طبعا، انا جايه بس علشان اشوف حفيد البطل قوته عامله ازاي. الواد بيعتذر لها عن اللي جده عمله وبيسال عن اسم جدها. فبتقول له انه اسمه الكوريوديك. كل اللي واقفين بيتصدموا اول ما بيسمعوا اسمه علشان الشخص ده كان رئيس جمعيه القتل المأجورين، هو مستعد يقتل اي شخص مقابل المال حتى لو هيخلص على ام العيال. بيقوم شخص وبيقول لها انت اكيد بتكدبي، انت مستحيل تبقى حفيده الكور، وبما انك كدبتي هنا في النقابه يبقى لازم تاخدي جزائك برضو. البنت بتقول له تمام قوي، تعالى بارزني يلا. الشخص ده بيتعصب وبيروح علشان يهجم عليها بس هي بتكون سريعه جدا، بتقدر تتفادى الهجمات بتاعته وبتضربه بالرجل كمان، بتخلص عليه من ضربه واحده. يا حلاوه، البنت دي شكلها جامده اخر حاجه. نويل بيوافق على طول ان هو يضمها الفريق وتبقى معاه. بياخدها بعد كده وبيروحوا يتمشوا وبيقول لها انا دلوقتي صدقت ان انت حفيده الكور. قالت له يعني انت كنت مكدبني؟ قال لها ايوه انت ظهرت مره واحده وانا ما اعرفش انت جايه منين، اكيد يعني مش هصدقك. قالت له بس انا صدقت ان انت حفيد اوفر ديس ده اول ما شفت شكل عينيك بس، اللي كانت بتقول ان انت مستعد تعمل اي حاجه علشان توصل بس للقمه. بيسالها هي ليه ما انضمتش لجمعيه القتل اللي جدها اسسها. قالت له انا بالفعل كنت مخططه لكده ودخلت اكتر من قتال علشان اثبت قوتي وخلصت على كل اللي قابلني في لمح البصر، لكن القائد الجديد كان له راي تاني، قرر ان هو يرفضني ويخرجني من القريه كلها علشان ميولهم اتغيرت، وقرروا ان هم يبقوا تحت جناح الحكومه، وكمان كان عايز يلغي فكره القتل دي من الجمعيه كلها ويركز على التجسس اكتر، فمش عايزين بقى الاشخاص المتعطشه للدماء وكده. بيقول لها خلاص كفايه انت صعبت عليا يا بنتي. بياخدها بعد كده علشان يختبر قوتها وبيقول لها عايزك تصطادي وحش من الغابه، مهمتك النهارده ان انت تصطادي ارنب بقرن حديدي. بتقول له بس
ده شكله كيوت. قال لها واللي بيهزر معاه بيقابل حتشبسوت. انا عايزك تمسكي واحد بس النهارده وانا هستخدم قوتي عليكي واعزز قدرتك، ودي حاجه مش سهله علشان الفريق اللي فات قعد اكتر من شهر على ما يتكيف على القوه دي. البنت بتقول له ما تقلقش انا مش زيهم خالص. بتستخدم قوه الاستكشاف عندها وبتعرف ان في 13 ارنب جنبهم. نويل بيستخدم قوته عليها وبيقول لها قدامك 10 ثواني وتمسكي لي واحد. البنت بتتحرك على طول وبتقدر انها تمسك ال 13 ارنب اللي حواليهم في اقل من 10 ثواني، وبكده تكون قدرت تتكيف مع القوه اللي هو بيزودها بيها. بيقول لها ده كده عظمه قوي، يلا بقى نروح على مهمتنا الاولى. انا الرساله دي جات لي وطلبوا مني ان انا اخلص على مجموعه قطاع طرق. بتقول له بس احنا المفروض نروح لمغاره مش نمسك شويه حراميه. قال لها دي حاجه انا نسيت اقول لك عليها، احنا مهمتنا مش بس القضاء على الوحوش في المغارات، لا احنا كمان عندنا مهام تانية زي اننا نمسك الحراميه ونسلمهم للحكومه ونستكشف الاماكن ونخرج الكنوز كمان. فاحنا دلوقتي هنروح نرتاح في المدينه لحد الصبح. بيكملوا طريقهم لكن ما بيلاقوش اي غرف فاضيه، كل الفنادق بتبقى مليانه، بس في الاخر بيقدروا ان هم يلاقوا اوضه واحده بيقرروا ان هم يناموا فيها سوا. نويل بيغير بعد كده هدومه وبتستغرب من شكل عضلاته المرسومه. بتقول له يا خساره عضلات على الفاضي، عمرك ما هتقاتل في الصفوف الاماميه، ولو كنت محارب زي اوفر ديس كان زمانك اعظم مستكشف في العالم. الواد بيتصدم من كلامها وبيقول لها غمضي عينك كده وبيضربها على طول. كمان بيقول لها مالكيش دعوه بحد، خليكي في نفسك وبس. بيبقى باين عليه ان هو مش مهتم لكن طول الليل بيقعد يفكر في كلامها. بيقول انا عارف ان انا عمري ما هبقى في قوه اوفر ديس، بس انا عندي قوه تانية اقدر اطورها وابقى اقوى منه. تاني يوم بقى بيكملوا رحلتهم وبيوصل لبيت الراجل ده واللي بيبقى عمده القريه. بيسالوا عن باقي الاعضاء بتاع الفيلق فبيعرفوا ان هم قدموا استقالتهم وانضمت عضوه جديده لفريقه وما عادش غير هو وهي في الفريق. بس ما تقلقش احنا هنخلص لك على اللصوص دول ان شاء الله. بيدخل لجوه كده والعمده بيعرفوا كل حاجه. بيقول له العصابه دي مكونه من 20 فرد وهجموا على القريه المجاوره ليهم وقتلوا عدد كبير من الناس، وما اكتفوش بكده دول اخدوا النساء كمان. الواد بيساله اذا كان يعرف مكانهم. العمده بيقول له دول موجودين في الغابه الشرقيه. نويل بيقول له كده تمام قوي، نتكلم بقى في الاتعاب. انا هاخد نص مليون مقابل ان انا اخلصك منهم، وهاخد كمان نص الفلوس دي دلوقتي. الراجل بيقول له تمام وبيديله الفلوس على طول. نويل بيستغرب من كلامه وبيشك ان في حاجه غلط، بس بيقول له تمام وبيطلعوا على طول يروح هو والما اللي نسيت اعرفك اسمها يعني من شويه. بيوصلوا الغابه بس فجاه بتجيلهم البنت دي واللي بنعرف انها بنت العمده. بتشكره على اللعبه اللي هو علمها ازاي تعملها وبتقول له هستناك بعد ما تخلص على اللصوص تيجي تتعشى معانا، وبتسيبهم بعد كده وبتمشي. نويل والما بيوصلوا وبيكتشفوا ان العدد ضعف الرقم اللي العمده قال لهم عليه. بيقدروا يحددوا مكان القائد بتاعهم، ونويل بيعرف ان الشخص ده مطلوب للعداله ومحطوط على راسه مكافاه 2 مليون، وده يبقى قاطع طرق من الرتبه بيه. الما بتقول له سيبهولي وانا هخلص لك عليه خالص، بس مين اللي هيخلص على اتباعه؟ نويل بيقول لها ان هو هينضم لها في المعركه دي. قالت له بس انت لو قربت اكتر من كده اتباعه هيكتشفوا وجودك علشان انا عندي مهاره الاخفاء. بيقول لها مالكيش دعوه سيب الموضوع ده عليا. الما بتستعمل مهاره الاخفاء بتاعتها وبتتجه للخيمه بتاعته. نويل بيكون بيستعمل معاها مهاره الترابط وهو انه يقدر يتواصل معاها عن بعد. هو بيستعمل كمان تعويذه البرق، بيدي امر الالما انها تخلص على زعيمهم، وبالفعل البنت بتعمل كده بكل قوتها. بتهجم عليه وبتقدر انها تشقه نصين. بيديها امر بعد كده انها تخلص على باقي الجنود. البنت ما بتصدق يا صاحبي، بتخلص عليهم كلهم. نويل بيستغل انها مستمتعه بالقتل. بينزل بعد كده وبيحدف قنبله ضوئيه بيضربها بالمسدس بتاعه. بيحرق باقي اعضاء العصابه وبيقدر انه يخلص عليهم كلهم. بيرجع بعد كده للعمده وبيعرفوا ان هو خلص المهمه وجاب له كمان راس الزعيم بتاعهم كهديه. العمده بيقول له تعالوا ناكل الاول علشان مراتي تعبت في العشاء. بيدخل لجوه وبيقعدوا يتكلموا وبتعرفوا البنت دي انها عايزه تبقى مستكشفه زيه. فبيقول لها انا متاكد ان انت هتبقى مستكشفه اقوى مني كمان، ولما تبقي كده هضمك للفيلق بتاعي. البنت بتفرح على طول. العمده بيجيب له بعد كده ازازه عصير ليمون وبيقول له ان الازازه دي من اندر الانواع الموجوده. نويل بيقول له فعلا عندك حق بس ما ينفعش نشرب منها قبلك. العمده بيتوتر كده وبيبقى مش عارف يقول له ايه. بيحاول يهرب من الموقف وبيقول له انا ما بشربش. نويل بيقول له غريبه دفعت فلوس كتيره في الازازه دي وانت ما بتشربش. العمده بيتوتر اكتر. نويل بيقول له انت مش هتشرب من عصير الليمون اللي انت سممته ولا ايه؟ العمده بيتصدم وبيقول له انا ما سممتش حاجه، ايه اللي يخليني اعمل كده؟ نويل بيقول له علشان احنا لو متنا مش هتبقى مضطر ان انت تدفع لنا الفلوس، وتقدر كمان تاخد الفلوس اللي معانا وادواتنا، ده غير ان انت هتقدر تبيع الادوات دي. العمده بيقول له انت اكيد مجنون. نويل بيقول له ولا مجنون ولا حاجه، انا هقول لك انا عرفت ازاي. اول حاجه انت كدبت عليا في عدد قطاع الطرق علشان تقلل المكافاه اللي انت هتدفعها. تاني حاجه بقى الخمره دي رخيصه جدا وكمان بدات تبوظ وده معناه ان انت فتحت الازازه دي من فتره. تالت حاجه بقى باين في عينك الغدر وده اللي هيخليك مكان الكفار في غزوه بدر. العمده بيقول له مفيش حاجه من اللي انت قلتها دي صح. نويل بيقول له تمام خد اشرب بقى عصير الليمون بتاعك. العمده بيتعصب عليهم وبيقول لهم انا مش هشرب القرف ده واطلع انت والبنت دي بره القريه. نويل بيستعمل عليه تعويذه الاعتراف وبيخليه يعترف ان هو سمم العصير ده، وكانت خطته ان هو يخليهم يخلصوا على قطاع الطرق وبعد كده يخلص عليهم. صاحبنا بيتعصب
بيتعصب من كلامه جدا، بيطير عليه وبيطير له نن عينيه. العمده بيترعب منه وبيطلب منه ان هو يسامحه وهو هيدفع له باقي الفلوس. نويل بيقول له مفيش الكلام ده، انت كنت عايز تخلص عليا وعقابا ليك بقى انا هاخد كل الفلوس اللي في بيتك. العمده بيقول له ما اقدرش، انا عليا فلوس ولازم اسدها. نويل بيقول له تمام، والعين دي هتبقى اخر عين شفتها. العمده بيعرفوا انه استلف فلوس من عيله جنبينه، ودي اكبر عصابه مافيا في المدينه كلها، ولو ما سدش فلوسهم هيخلصوا عليه. نويل بيقول له دي مشكلتك حلها بنفسك. بيكون هيخلص عليه، لكن البنت بتدخل لجوه وبتجيب له الفلوس على طول. بتقول له كل اللي في بيتنا 800,000 وما عادش معانا جنيه واحد. الواد بياخد الفلوس وبيمشي على طول. البنت دي بتقول له انا بكرهكم كلكم، بس ما بيديلهاش اي اهتمام وبيسيبها وبيمشي. وهم في الغابه بيشوفوا منطاد طائر بيبقى عليه شعار لاكبر عشائر المستكشفين. الما بتقول له ده معناه ايه؟ نويل بيقول لها في عشائر كتيره، بس امتلاك منطاد طائر ده من صلاحيات العشائر الكبيره بس، واكيد فيها مجموعه كبيره من المستكشفين اللي اكيد رتبتهم من الرتبه اس، وخلال سنه واحده هنبقى زيهم من العشائر دي باذن الله. البنت الما بتفتكر حوارها مع رئيس الجمعيه الحالي لما سالها اذا كانت هي اللي قتلت الكور، فبتقول له ايوه كان كبر في السن وكمان بدا يخرف، فكان لازم نريحه علشان نعرف نتصرف. بيقول لها انت اكيد مش حفيدته. الما بتقول له ايوه انا كنت بنت من النساء اللي هو خطفهم من القريه، وكان بيدور فينا على القوه علشان كده دربنا كلنا ومحدش قدر ينجو غيري، وكان عايز يقدر يهزم اوفر ديس علشان يداري على عاره. الزعيم بيقول لها تمام، بس انت من النهارده مالكيش مكان وسطنا علشان اولويات الجمعيه هتتغير، وبدل ما كان القتل هو هدفنا الاساسي هيبقى من النهارده وسيله علشان نحقق اهدافنا التانيه. البنت بتبقى مش عارفه تعمل ايه. بتقول له انا ضيعت 21 سنه من عمري علشان اتعلم القتال وفي الاخر ده جزائي. الزعيم بيقول لها انت متعطشه للدماء وكمان هتبقى خطر على الجمعيه بتاعتنا. بتقول له طب دلوقتي انا اعمل ايه؟ انا حياتي كلها ضاعت. بيقول لها يا بنت ما ضاعتش ولا حاجه، انت هتقفري. انا عندي خبر حلو ليكي، انا سمعت ان حفيد اوفر ديس مستكشف من فئه المتحدث، ودي تعتبر من اضعف الفئات لكنه اقوى واحد في الفئه بتاعته، وهو الوحيد اللي هيقدر يستعمل قوتك دي. بنرجع بقى للواقع. البنت بتحضنه وبتشكره على سنين عمرها اللي هو رجعها لها، وبتوعده انها هتفضل جنبه على طول. بنروح بعد كده لشخص تاني خالص واللي بيبقى اسمه لوكي. بيخلص على حارس الزنزانه وبياخد هدومه وبيقدر كمان انه يتنكر في شكله. بيروح يقف مع الحارس التاني وبنعرف ان الشخص اللي في الزنزانه ده محكوم عليه بالاعدام، وده مش شخص عادي خالص. الشخص ده قادر ان هو يرعب المدينه كلها. الشخص ده اسمه هوجو. نرجع بقى لصاحبنا نويل اللي بيكون عمال يتدرب، ودي بتكون من ضمن التدريبات اللي جده عوده عليها واللي خلت جسمه اقوى من الاول. بيطلع وبيلاقي الما مستنياه في الاوضه بتاعته. البت بتحاول تجرجره للرذيله كده بس ابننا محترم بيديها على دماغها، وبيطلعوا بعد كده يتمشوا في السوق. بيقرروا بعدها ان هم هيروحوا للنقابه، وده المكان اللي تقدر تعرف فيه رتبتك وكمان تطورها. الما بتبقى حصلت على الشاره دي بالفعل وكمان تقدر انها ترقي رتبتها. بيسالها اذا كانت هتاخد دور القاتله في الفريق بتاعه علشان هو مش فاضي يدرب حد تاني. فالبنت بتساله اذا كان في حد تاني اصلا هينضم لفريقه. بيقول لها ايوه على الاقل هنضيف واحد كمان علشان مش هنقدر نروح احنا الاتنين مغاره لوحدنا لان ده هيبقى خطر علينا، بس انا مش هجند اي شخص عادي، انا لازم اجند الشخص المناسب. بيروحوا بعد كده عند حداد وده اللي بيكون بيجدد الاسلحه بتاعتهم. بعد كده بيطلعوا على المكتبه علشان يشتروا كتب سحريه. بيقول لها ان هو هيروح للمكتبه الخاصه بالفئه بتاعته وهي معاها مليون ولازم تشتري حاجات مهمه، بس زي ما احنا عارفين الومن يا صديقي بتخلص فلوسها على شويه دباديب، بس بتكون قدرت تشتري كتاب سحري وده بيديها مهاره تخليها تدمر هجمه العدو. فبتساله انت اشتريت ايه؟ بيعرفها ان الكتاب اللي هو كان عايز يجيبه اكبر من الميزانيه اللي معاه. بس فجاه بيظهر صاحبنا لوكي. نويل بيقول لها ان هو عنده مشوار لازم يخلصه الاول. بيروح بعد كده علشان يقابله وبيديله المعلومات اللي هو عايزها واللي بتكون عن هوجو. نويل بيكون عايز يضمه للفريق بتاعه. لوكي بيقول له انا مش فاهم انت بتفكر ازاي، من يومين بس بالظبط انت بعت اصحابك كعبيد ودلوقتي عايز تخرج مسجون محكوم عليه بالاعدام علشان تجنده. انا مش فاهم انت بتعمل ايه خالص. نويل بيقول له انا هفهمك كل حاجه في الوقت المناسب. هو بيشكره على كل اللي هو بيعمله. بنعرف ان لوكي ده عنده مهارات تغيير الجسد وهو انه يقدر يتنكر في جسم اي شخص يشوفه. بيديله الفلوس بتاعته علشان يمشي، بس لوكي بيعرفه انه في مخدر بدأ ينتشر في المدينه والمخدر ده بيسيطر على دماغ الشخص اللي بياخده. بيكون الشخص اللي بيبيع المخدر ده هو ألبرت جامبينو وده بيكون ابن الزعيم وتولى الحكم بعد ما ابوه مات. نويل بيقول له تمام وبيسيبه بعد كده وبيمشي. فجأة وهو ماشي كده بيلاقي شخص بيجذب انتباهه، بيحدف له الفلوس على الارض وبيمشي، بس الشخص ده بيوقفه وبيقول له فلوسك وقعت منك وما ينفعش بنت زيك تمشي في الاماكن دي. بيتعصب نويل من كلامه وبيقول له انت تقريبا محتاج تلبس نظاره. على العموم يعني انا ولد مش بنت، والفلوس اللي وقعت ده انا مش محتاجها علشان انا مش هدخل فلوس في جيبي ايدك الوسخه دي مسكتها. الشخص ده بيتعصب على الاخر، بيروح يهجم على صاحبنا بس نويل بيصد الضربه بتاعته وكمان بيوقعه على الارض. الشخص ده بيتعصب اكتر وبيقوم يهجم عليه مره تانية. بيمسك العصايه بتاعته وبيبقى واضح ان هو مش مجرد شخص عادي، ده متدرب قبل كده. بيقول لنويل قول لي انا عمك وانا مش ههجم عليك تاني. نويل بيقول له ده عند امك يالا،
كلها. بيتعصب الشخص وبيروح يهجم عليه تاني، بس بيقدر نويل ان هو يتفادى الهجمه بتاعته. بيحاول تاني ان هو يضرب صاحبنا، فنويل بيشيله وبيرميه بعيد. الشخص ده بيستغرب من قوته وبيقول له ايه يا عمنا انت نينجا ولا ايه؟ نويل بيقول له ده هيفرق معاك في حاجه؟ قال له لا مش هيفرق في حاجه. بيفعل قوته كلها وبيبقى واضح ان هو شخص قوي جدا. بيروح يهجم عليه بس في شخص تاني بيوقفه، بيكون ده السيد بتاعه. في الوقت ده بتبقى ألما قاعده لوحدها وبتقعد تاكل كتير، بس فجاه بتجيلها البنت اللي كانت من فيلق عضة البر. بتقعد معاها وبتعرفها ألما انها لسه ما طورتش رتبتها ومحتاره تختار ايه. وده بعد ما نويل عرفها ان هو عايز يجند افراد تانية، بس هي مش موافقه على القرار ده. البنت بتقول لها ما يمكن هو رايح يعمل كده دلوقتي علشان لسه منشاراته متعلقه في كل مكان وممكن يلاقي الشخص اللي اقوى منك. بتقول لها ألما في الحاله دي هخلص عليه بايدي. نرجع بقى لاصحابنا وبيكون الشخص ده عمال يهزق في بريستا، بيحاول انه يعتذر منه لكنه بيقول له مفيش الكلام ده، انت لازم تتذل علشان تسمع الكلام. بيستخدم الخاتم اللي في ايده وبيصعق جسمه كله بالكهرباء. بنعرف ان ده قسم الطاعه، وده عباره عن سحر بيجبر الشخص على طاعه الشخص اللي مرتدي الخاتم، واستخدامه محظور دوليا بس في استثناء واحد، وهو انه يكون بين السيد والعبد بتاعه. وبيروح بعد كده على نويل وبيقول له ما ينفعش واحده حلوه زيك كده تمشي في الاماكن دي. بيكون عايز يلطف الجو معاه لكن ده نويل مش بنت اللي يهزر معاه يستحمل اذاه. بيخبطوا يطيروا لورا كده، وكمان بيروح يحط المسدس على دماغه. بيقول له انت مين بقى؟ الشخص ده بيعرفه ان هو من الجنوب، فبيقول له بس شكلك مش تاجر، ايه اللي جابك المدينه عندنا؟ قال له انا ما عدتش اقدر اقعد في المدينه بتاعتك علشان كنت بدير حلبة قتال عيلة دلما، لكن بعد ما اكتشفوا انه كان بيسرقهم فهرب منهم علشان لو مسكوه هيمرجحوه. نويل بيساله اذا كان الشخص ده المقاتل بتاعه. الراجل بيقول له ايوه انا اشتريته ودربته من الصفر وكنت ناوي اخليه قاتل في الحلبة واخد الارباح مكانه. قال له يعني دي كل خطتك؟ الراجل بيقول له ايوه. والحلوه بقى مشاركه معانا ولا ايه؟ نويل بيقول له انت غلطت وانا كنت مستنيك تغلط، انا ولد مش بنت وهعرفك انت ازاي تقول كده. نويل مش عارف يعمل ايه معاه، فبيقرر ان هو يسلمه لعيلة دلما وياخد بريستا لحسابه. بيقول له قدامك 10 ثواني وما اشوفكش قدامي. الراجل ما بيصدق وبياخد بريستا وبيطلع يجري. بيرجع بقى صاحبنا الألمة، بيكونوا اكلوا نص المطعم وبيقولوا له يلا علشان تحاسب. بيقعد معاهم وبتساله البنت دي لو لقى حد جديد. بيقول لهم لا انا ما لقيتش حد، بعدين انا رحت علشان حاجه تانية اصلا. بيسالها اذا كانت تعرف حاجه عن المخدر المنتشر. البنت بتقول له انها سمعت اشاعات عن الحوار ده بس مش اكتر. نويل بيقول لها ان المخدر ده بيسبب هيجان للشخص اللي بياخده، هو بيحذرها منه كمان. بتقول له تمام بس انا لازم اقوم امشي دلوقتي، وبتسيبهم وبتمشي على طول. في نفس الوقت بيبقى ألبرت ماسك الشخص النبيل وكمان قدر يمسك بريستا معاه. بتكون عيلة دلما نشرت عنه في كل حته وبيكون عايز يسلمه، بس ألبرت بيقول له انا مش شايف اي متعه في ان انا ارجعك كده سليم، انا هسلخ جلدك واخرج احشائك من بطنك واحط مكانها قطن واسلمك دميه محشيه. الراجل بيقول له انت اكيد بتهزر، انت مش هتعمل فينا كده. قال له لا انا ما بهزرش ولا حاجه. بيطلب من المساعد بتاعه انه يعمل التجهيزات، والعمده كمان بيوصل في اللحظه دي. بيعرفوا ان نويل سرق كل فلوسه ده بعد ما حاول يقاومه، وكمان مسك مراته وبنته كرهائن وصفى له عينه اليمين. ومش كده وبس، قال لي كمان انت ترمي الفلوس دي للكلاب وما تديهاش لعيله جنبينو الضعيفه. بيقعد يسخن في الراجل، فالراجل بيقول له تمام انا هعرف اتصرف مع نويل ده وهستنى كمان ان انت تجيب لي الفلوس. العمده بيشكره بس قبل ما يكمل كلامه بيقول له بس انت عندك دفعه متاخره وانت كده خلفت بوعدك معانا، وزي ما هو خد عينك اليمين انا كمان هاخد دراعك اليمين. بيدي امر لبريستا ان هو يقطع له دراعه. بياخد قطعه من المخدر علشان يستمتع بالمنظر، والواضح كده ان الوحشيه مسيطره عليه ونسى اصوله الانسانيه. بيمسك بريستا العصايه وهوب في لمح البصر بيطير له دراعه. كم انت قاسي يا بريستا. بيقول له انت من النهارده العبد بتاعي. بيجهز معداته وهدومه اللي هيلبسها، وبنعرف انه كان مستعبد طول حياته، حتى ابوه وامه ما كانوش عايزينه. بنعرف ان هم كانوا عايشين حياه هاديه، هجم عليهم مجموعه من قطاع الطرق وضرب ابوه قطعوه على الارض، وكمان اغتصبوا امه. وبعد كده حالتها النفسيه اتدهورت. ولدت بريستا بس ابوه ما كانش معترف بيه، وكان دايما بيقول ان هو مش ابنه، وده اللي خلى امه تخلص على نفسها. وكل ما كان يحاول يقرب من ابوه يضربه ويبعده عنه. بيقول له انا مش ابوك يا ابني. الواد عاش حياته كلها كطفل ملعون، وبعد كده ابوه باعه كعبد. الشخص ده اشتراه وبدا يدربه وينزله قتالات علشان يجمع من وراه فلوس، وكان كل اللي المفروض يعمله علشان يفضل عايش هو انه يقتل الناس ويخلص عليهم. بيستعد بعد كده علشان يخلص على نويل. نروح بقى لصاحبنا نويل اللي بيكون لوكي طلب ان هو يقابله. بيعرفوا ان ألبرت عايز يقتله، وبيقول له ان ألبرت ده مش ابن الزعيم الشرعي، ده كان لقيته بعد كده تولى الحكم علشان ما فيش حد كان ورا ابوه. بس فجاه بيحس نويل ان في حاجه غريبه في المكان، بيحس كده من الاخر ان في حد معاهم. بيكون لوكي بالفعل سلمه لألبرت وقبض كمان تمن موته. بيوصل بريستا كمان في الوقت ده. نويل بيوجه المسدس ناحيه لوكي وبيقول له ما فيش حاجه تمنعني ان انا اقتلك دلوقتي. لوكي بيقول له فعلا انت معاك حق، بالله عليك سامحني، انا بعت نفسي وكنت عايز ابتدي حياتي في مدينه تانية. نويل بيقول له انت مش هتبدا في مدينه تانية ولا حاجه، علشان انا هدمر عيله جنبينو دي كلها. هو بيقول له يمشي دلوقتي وياخد جرعه من المنشطات اللي تقدر تخليه قاتل بكل قوته لمده 10 دقائق. بريستا بيدخل وبيصدق نويل اول ما بيشوفه. بيقول له الف مبروك، العلقه اللي انا اديتها لك جت بفايده وطورتك في حياتك، بس مش مشكله، على العموم بقى تعالى نكمل قتالنا. بريستا بيقول له انا مش عايز اقتلك علشان انت غيرت حياتي.
نويل قال له تمام، لو مش هتقتلني يبقى انا اللي هقتلك. باريستا بيسحب السيف بتاعه وبيعرف نفسه ان هو محارب من الرتبه سي، هو بيكشف كل اوراقه. نويل بيتصدم من اللي هو عمله، بيعرف نفسه كمان وان هو متحدث من الرتبه سي وكان حفيد اوفر ديس وكمان ورث مهاراته. القتال بيبدا على طول وبيهجم عليه نويل، بس بيقدر باريستا ان هو يصد الهجمه بتاعته. بيروح علشان يهجم على نويل اللي بيتفادى الهجمه بتاعته، بيستخدم الحبال وبيطير في الهواء. بيهجم عليه برصاصه اللهب لكن ما بتاثرش فيه ولا حاجه بتحصل. بيكون قدر يستعمل مهاره قطع الهواء علشان يعمل درع واقي. بيطير بعد كده وبيفضلوا يضربوا في بعض، وبتكون دي من امتع القتالات اللي ممكن تشوفها يا صاحبي. بيحدف بعد كده قنبله ضوئيه وبيروح علشان يهجم عليه، بس باريستا بيقدر يصد الهجمه بتاعته. بيطلع هجمات متجمده في الهواء وبيقدر يهجم بيها في اي لحظه. بيروح علشان يهجم على صاحبنا، بس نويل بيستخدم هجمات البرق لكنها ما بتاثرش فيه وبيقدر يكسر الارض من تحته. بعد كده بيثبته بالسيف وبيشكره على القتال اللي هو عمله معاه. هو بيكون مش عايز يقتله. بيمسك نويل السيف وبيقول له لو انت ما قتلتنيش البرت هيقتلك، هو ما فيش حاجه في الدنيا دي اغلى من حياتك، لازم تخلص على عدوك مهما كان الثمن. باريستا بيستغرب من كلامه وبيقول الشخص ده بيقدم حياته علشان انا اعيش، انا ما ينفعش اقتله، لكن انا مجرد عبد ولازم اعمل اللي رئيسي امرني بيه. في اللحظه دي بقى صاحبي بتوصل الما، بيكون قدر يستدعيها من خلال الرابطه اللي بينهم، بس مفعول الجرعه اللي هو اخدها بدا يروح. بيحس بدوخه كده وبيديها امر انها تقتل باريستا. البنت بتروح تهجم عليه على طول، فبيقول لها انا ما ينفعش اخلص على واحده. قالت له بس الواحده هتخلص عليك ودي هتبقى عيبه في حقك خالص يعني. بتفعل كل سرعتها وبتهجم عليه من كل ناحيه. الواد بيقدر يصدهم كلهم وبيستخدم تقنيه الصفاء، ودي بتقدر تعزز الحواس التانية عند الشخص اللي بيستخدمها. الما بتتعصب وبتفعل تعويذتها الخاصه، وهو كمان بيقول احنا لازم نخلص القتال ده. بيفعل كل قوته وبيكون لسه هيبدا القتال، بس نويل بيضرب شراره ضوئيه في السماء. بيدي امر الالما بالانسحاب. بيعرف ان الشرطه هتوصل في اقرب وقت، وبيدي له كمان رساله يوصلها لزعيمه. بيروح بعد كده باريستا يقابل البرت وبيكون محضر له مفاجاه. بيدي له راس زعيمه كهديه منه، بيقول له المره الجايه لو ما خلصتش المهمه راسك هتبقى مكانه. باريستا بيقول له تمام. بيعرفوا ان نويل بعت له رساله هو كمان. الرساله كان محتواها انه هيخلص على عيال الجنبينه كلها واولهم هو البرت. الواد بيقول له تمام قوي، يبقى لازم اخلص عليه بايدي. بيدي امر للمساعد بتاعه ان هو يجمع رجالته، وبيطلع بعد كده المساعد وبيساله اذا كان عايز ينتقم لرئيسه. فبيقول له الموضوع غير كده خالص، كل ما في الموضوع ان نويل عجبني مش اكتر، وقدراته مش عاديه، وعينه بتقول انه مش مستعد يخسر قدام اي شخص. قال له يعني انت معجب بعدوك؟ باريستا بيقول له مش اللي في دماغك خالص، انا عارف انا قصدي ايه، انا قصدي ان شخصيته هي اللي عجباك وده هيخليك تتبعه حتى لو راح اخر الدنيا. بيساله اذا كان الموضوع ده حصل قبل كده. قال له ايوه، وبعدين بيسيبه وبيمشي. بيروح بعد كده البرت المكان تجمع اعضاء النقابه. بيلاقي نويل على طول وبيقعد على الترابيزه اللي هم قاعدين عليها، بيشرب عصير الليمون بتاعه. وهو بيقول لهم ايه القرف اللي انتوا بتشربوه ده؟ نويل بيقول له مش عيب لما تشرب حاجه الناس التانيه؟ انت كده هتدمر سمعه العيله بتاعتكم. بس صحيح انت ما انضمتش ليهم الا بعد ما بقى عندك 15 سنه، فمش هتفهم اللي انا بقوله. البرت بيتعصب من كلامه وبيقول له انا هقطع لك لسانك وهخلي اللي انت قلته ده اخر كلام طلع من بقك. نويل بيقول له اخرك فاضي وما تعرفش تعمل حاجه. البرت بيتعصب وبيبقى يضربه، بس بيجي واحد من النقابه وبيمسك ايده. بيقول له ممنوع القتال داخل النقابه، ده علشان احنا عندنا سمعه ولازم نحميها. البرت بيقول لهم انتوا ما تعرفوش انا مين ولا ابن مين في البلد، حتى الواسطه وصلت اليابان يا جدعان. بيأمر اتباعه ان هم يخلصوا عليهم، فبيقول له المساعد بتاعه مفيش مشكله، بس هتفسر اللي حصل ده للامبراطور ازاي؟ كفايه المخدرات اللي احنا بنبيعها، ولو الامبراطور اكتشف حاجه زي دي هيخلص علينا كلنا، لكن لو لسه مصر احنا معاك لغايه ما نموت. صاحبنا بيجيب ورا على طول. نويل بيضحك عليه وبيقول له بقى افعالك دي كلها ما تقدرش تواجه الامبراطور، بس انا عارف ليه، علشان انت في الاخر كلب مسعور. البرت بيتعصب من كلامه اكتر واكتر. نويل بيقول له ما تحزقش قوي كده يعني، علشان الدم ما يجريش بسرعه في جسمك والسم ينتشر. صحيح انا ما قلتلكش، عصير الليمون اللي انت شربته ده كان مسموم وانت الان في عداد الموتى. البرت بيترعب وبيخاف ليموت. بيأمر اتباعه بعد كده ان هم ياخدوه يودوه عند الدكتور. المساعد بيقول له بعد ما بيمشي انت عندك مهاره مش عند اي حد، وده زي ما باريستا قال لي، عصير الليمون ده مش مسموم ولا حاجه. على العموم انا هسيبك المره دي بس بشرط ان انت تغادر المدينه. بيقول له طيب ولو رفضت؟ المساعد بيقول له في الحاله دي انا هقتلك على طول. نويل بيقول له على ايه؟ الطيب احسن، انا هسيب المدينه دي. وبيطلع لبره كده هو والما. بيكون ده كله جزء من خطته. بيعرفها ان هم هيرجعوا يتقابلوا هنا مره تانية كمان اسبوع، علشان هو عنده حاجه هيخلصها. بتقول له خلصانه وانا هتدرب في الجبل لحد ما تيجي، علشان لما قابل باريستا خلص عليه. الوقت بيعدي وبيرجع نويل للمدينه وبيلاقي البرت مستنيه. بيدي اتباعه امر ان هم يكسروا عظمه كله قبل ما يقتلوه، وبيقول له ان الليل طويل وهو ناوي يستمتع بكل دقيقه فيه، بس ما حدش بيستجيب لاوامره. نويل بيضحك عليه وبيقول له ما حدش هيتبع اوامرك من النهارده، وده كله بسبب غبائك. بنعرف ان نويل رجع للمدينه على طول، وكان اتباع البرت مش عاجبهم اللي بيحصل ولا عاجبهم الزعيم الجديد، علشان كل اللي بيعملوه هو انهم بيخلصوا على الضعفاء. واخر حد كانت البنت دي اللي ما عملتش اي حاجه في حياتها، لكنهم قتلوها بكل وحشيه وكانت ماسكه اللعبه دي. البنت دي تبقى بنت العمده. نويل بيقول لهم انا عندي اللي يخلصكم من الموضوع ده. بيدي لهم شهاده ميلاد البرت اللي بيكون لوكي
فينيكيو مديها له، واللي بيعرفهم فيها ان البرت مش ابن الزعيم غير الشرعي ولا حاجه، لانه اصلا مش ابن الزعيم. نويل بيديلهم مهمه البحث عن الطبيب اللي كان بيعالج الزعيم السابق واللي كان معاه لما كان بيلفظ انفاسه الاخيره. بنعرف ان البرت سمم الزعيم علشان يبان كانه مات بالمرض وياخد المنصب لنفسه، وده بعد ما الطبيب قال لهم كل حاجه. نويل بيقول له دلوقتي بقى جه الدور عليك، وزي ما انت قلت الليل طويل وانت ناوي تستمتع بكل دقيقه فيه، فاحنا ناويين نستمتع كلنا النهارده. اتباعه بيقولوا له انت من النهارده مش الزعيم بتاعنا، بس ممكن نديلك فرصه تانية بشرط ان انت تدخل قتال قصاد نويل، ولو فزت عليها نديك الفرصه ان انت ترجع الزعيم بتاعنا تاني، وكمان تقدر تختار الشخص اللي هيقاتل مكانك. بيقول لهم بس انا مش مضطر اعمل كده. بيوصل فينيكيو وبيقول له ده مصيرك اللي انت عملته بايدك. البرت بيساله هو بيعمل ايه هنا، قال له انا جاي علشان اشوف القتال اللي هيتعمل واشوفك طبعا وانت بتموت قصاد عيني كمان. نويل طبعا اللي بيكون طلب منه يجي علشان هو عارف ان فينيكيو عايز يتخلص من البرت بسبب اللي هو بيعمله وانه مضيع سمعه العيله بتاعتهم بتجاره المخدرات والقرف اللي هو بيعمله، ولو نويل قدر يخلص عليه فينيكيو هيديله 500 مليون مكافاه ليه. بس البرت طبعا بيكون رافض يدخل المعركه دي. فينيكيو بيتعصب عليه وبيقول له كفايه تشويه في سمعه العيله لحد كده، يا تدخل القتال ده وتفوز عليه وتنقذ نفسك، يا هخلص عليك بايدي. البرت بيكون متوتر يختار مين، فبيقرر انه يختار بريستا علشان يقاتل مكانه. نويل بيبقى عارف انه هيعمل كده علشان بريستا مقسم له بالطاعه ومش ممكن يخونه ابدا. الما بتبقى فرحانه علشان اخيرا هتقتله. نويل بيبوظ فرحتها وبيقول لها سيبي لي انا الموضوع ده. بيستعدوا علشان يبداوا القتال وبيديهم فينيكيو اوامر ببدء الهجوم، وبالفعل القتال بيبدا. على طول بقى بيهجم عليه نويل برصاصه الجليد، بس بيقدر بريستا ان هو يصدها. المكان بيتجمد ومحدش بيكون شايف حاجه، الاتنين نازلين ضرب جوه الجدار الجليدي وبيفعل بريستا كل قوته. بيبقى نويل عارف انه لو قرب منه في اللحظه دي هيشقه نصين، فبيرمي المسدس وبيقول له انا مخزوني خلص، تعالى بقى نخلص الحوار ده راجل لراجل. بس انا عندي ليك نصيحه قبل ما نبدا القتال، لازم تستخدم اوكسل بقع الهدوم الصعبه. بيقول له انت بتقول ايه؟ قال له العب كاراتيه. وقبل ما يخلص كلامه بيلاقي نويل بيهجم عليه، بيكون عايز يشتت انتباهه علشان يبطئ حركته، لكن بريستا بيقدر انه يصد الهجمه. ومش بس كده، ده كمان بيكون هيقطع له ايده. نويل بيشد عضلات جسمه كلها وبيطير السيف من ايده وبيكسر الجدار. بعد كده بريستا طبعا بيتعصب وبيطير يمسك السيف بتاعه وبيروح علشان يهجم عليه. نويل بيبقى عامل حسابه وبيطلع اخر طلقه معاه، ولما بيهجم بريستا عليه بيكسر الطلقه وبيجمده مكانه. بيروح بعد كده نويل يهجم عليه وبيوقعه على الارض، وبكده يبقى نويل فاز في القتال. بريستا بيفتكر الماضي بتاعه قد ايه ضحى علشان يوصل للقوه اللي هو فيها، لكن بالرغم من كده هو لسه ضعيف عكس نويل اللي تعتبر الفئه بتاعته من اضعف الفئات، لكنه قوي جدا واكيد ضحى بحاجات اكتر علشان يوصل للقوه دي اللي هو فيها. الواد بيتمنى انه يوصل لقوته في يوم من الايام. نويل بيودعهم بعد كده وبيقول لفينيكيو يعمل اللي هو عايزه فيه. اتباع البرت بيشكروه علشان هو كشف لهم الحقيقه وقدر يحررهم من تحت ايده. بتقعد بعد كده الما تربط له جروحه، بتقول له ان هي شركته في الفريق والقتال، يبقى من وظيفتها وكان من الاولى ان هو يسيب لها المعركه دي. الواد بيعتذر منها وبيقول لها ان ده مش هيتكرر تاني. بيدخل بعد كده فينيكيو وبيشكره على اللي هو عمله، بيطلب منه يتكلم معاه على انفراد. فينيكيو بيعرض عليه ينضم لعيلتهم مره تانية. نويل بيرفض الطلب بتاعه وبيقول له انا ما بحبش اتبع اوامر حد. فينيكيو بيقول له دي حاجه حلوه خالص، بس انت عمرك سالت نفسك عن الفئه بتاعتي؟ انا بقى يا سيدي معاقب من الدرجه الف. وبيقدر ان هو يطلع قلب نويل في ايده ويساله هو عمل فيه ايه. فينيكيو بيقول له انه عنده مهاره الموت بيقدر يستخدمها لما الشخص يرفض له طلبه مرتين، ودي بتسمح له يسرق قلبه غصب عنه. نويل بيقول له طب انا لسه عايش ازاي؟ فينيكيو بيقول له علشان قلبك مرتبط بيك مش اكتر، لكن لو انا بعدت 5 امتار عن مكاني او دمرته في ايدي فهتموت على طول. فينيكيو كمان بيقول له انت موهوب جدا وهتشكل خطر على عيلتي في يوم من الايام، فانا لازم اخلص عليك قبل ما الوقت ده يجي. نويل بيقوم من مكانه وبيقول له انت عندك حق فعلا، بس انا لسه ما وصلتش للقوه اللي انا عايزها، وفي يوم من الايام هبقى اعظم مستكشف في العالم وعيلة جنبينه كلها مش هتقدر تلمسني. فينيكيو بيحاول يحذره وبيقول له لو قلبك وقع هتموت. نويل بيقول له احسن لك ان انت تعمل كده، بس ما تنساش ان انت هتضيع سمعه عيلتكم كلها وهيتقال انكم بتقتلوا الناس وهم لسه ضعفاء، لكن انت مش هتقدر تعمل كده علشان انت جبان. فينيكيو بيلغي التعويذه بتاعته على طول، بيرجع له قلبه وبيقول له انا كنت بهزر معاك مش اكتر، انت قلبت الموضوع جد ولا ايه؟ على العموم انا مضطر دلوقتي ان انا اسيبك وامشي، بس لازم تبقى قد كلامك اللي انت قلته، انا عايز اشوفك بتوصل للقمه وتبقى افضل مستكشف. نويل بيقول له من غير ما تقول انا هعمل كده، وبيسيبه فينيكيو وبيمشي. بيطلع لبره كده وبيقعد البرت يترجاه علشان يسامحه. فينيكيو بيقول له انا لسه شايف واحد بيتحدى الموت وهو رافع راسه، لكن انت دمرت سمعه العيله وعلشان كده ما تستحقش ان انت تموت بشرف. ما تقلقش انا هسيبك تعيش، ده بعد ما اقطع لك ايديك ورجليك وخليك تعيش وسط الخنازير بتاعتي. كم انت قاسي يا فينيكيو. تاني يوم بيروح بريستا لنويل. نويل بيبقى الملك بتاعه دلوقتي، لكنه بيقول له انا مش محتاجك كعبد معايا، انا محتاجك كشريك في الفريق بتاعي. بيديله العقد بتاعه بيقول له انت حر من دلوقتي، تقدر تعمل اللي انت عايزه، انت بقى عايز ايه؟ بريستا بيقول له انا عشت طول حياتي تحت اوامر البشر ودلوقتي انت اديتني الحريه بتاعتي، انا مش عارف اعمل ايه اصلا، بس انا عارف حاجه واحده هعملها وهو ان انا هساعدك تحقق حلمك. بريستا بيوافق ان هو ينضم للفريق بتاعه
بياخده وبيطلع بعد كده على الغابه، بيبدا يدرب فيه هو والما وبيستخدم قوته عليهم. بيقدروا ان هم يخلصوا على كل الوحوش، لكنهم بيقعدوا يتخانقوا علشان الما خلصت على الزعيم بتاعهم، وكان المفروض بريستا هو اللي يعمل كده. نويل بيقول لهم كله هياخد يا ولا محدش يتخانق، اشتغلوا مع بعض كفريق والنصر مش نصيب فرد واحد، انتوا لازم تركزوا على الفوز. بيعرفهم انه عايز يكون عشيره وهيقدم طلب اول ما يرجع للمدينه علشان يحقق امجاد اكتر، وبتظهر له علامه الترقيه على ايده، وبكده يقدر يطور رتبته ويطلع للرتبه بي. بيروح بعد كده يقابل المفتش في نقابه المستكشفين واللي بيبقى اسمه هارو. نويل بيساله هو جاي يعمل ايه هنا، بالرغم من انه قال لهم كل المعلومات اللي حصلت في الليله اللي جده مات فيها. المفتش بيوري له صوره وحش وبيقول له ان ده الوحش اللي دمر قريتك كلها، وكمان ده نفس الوحش اللي قتل جدك. نويل بيبقى حاسس انه لسه عايش علشان كان في حاجتين مختفيين في الليله اللي جده مات فيها، الوحش اللي قتل جده والفاس بتاعته كمان. بيسالوا اذا كانوا قدروا يتخلصوا منه، بيعرفوا ان في عشيره كبيره حاولت تخلص عليه لكنه محى وجودهم وما عادش ليهم اي اثر، ده غير ان هم بعتوا كمان اقوى شخص عندهم لكنه ما لقاش اي حاجه. بيعرفوا كمان ان الوحش ده اللي خلص على جده واكيد قوته زادت وما عادش زي الاول، يعني من الاخر كده الوحش ده بقى فايلنت، ودي مجموعه من اقوى العشائر، واي وحش منهم عنده القوه اللي تخليه يدمر العالم كله لوحده، والشخص الوحيد اللي قدر يهزم واحد منهم هو جده. لكن بما انه مات والوحش ده ظهر فده بيهدد البشريه كلها. يا حلاوه، الحوار شكله هيسخن اكتر ولا ايه؟ هارو بيشوف في عين نويل نظره التحدي، بيعرف ان هو زي جده ومش ممكن يستسلم بسهوله. بيعرض عليه ان هو يقدم في اختبار المستكشفين السنه الجايه علشان ينضم لعشيرته. نويل بيقوم وبيقول له افتكر الشكل اللي انت شفته كويس علشان انا هبقى اقوى مستكشف في العالم ومحدش هيقدر يوقفني، وبيسيبه بعدها وبيمشي. الوقت بيعدي وبيرجع نويل وبيروح يقابله علشان يقدم طلب انضمام لعشيرته. هارو بيشوف كل الشروط اللي تنطبق على صاحبنا بس بيقول لهم ان لسه مستواكم قليل. نويل بيعرفوا انه يقدر يترقى الرتبه بيه، وقال ما هي كمان تقدر تترقى، وكده ما بيبقاش فاضل غير بريستا، لكنه برضه بيرفض طلب انضمامهم. بينهي المقابله وبيعرفوا ان هو بيدور على اقوى المستكشفين في الوقت الحالي. نويل بيقول له يعني ايه بالظبط؟ قال له انا مضطر اقول لك كل حاجه، احنا اكتشفنا كميه كبيره من المانا، الكميه دي موجوده في غرب الامبراطوريه، وكل ما في الموضوع شويه وقت وهتنفجر الطاقه اللي جواها. نويل بيساله يعني احنا قدامنا قد ايه؟ هارو بيقول له قدامكم بالكتير سنه، وبمجرد ما الانفجار يحصل هيظهر اسياد الشياطين المعروفين بفايلنت، ده غير ان هم ما يقدروش يوقفوا القنوات دي علشان لو قرروا يسدوا اي واحده فيهم هينفجروا كلهم وهتتدمر الارض. وفي الوقت الحالي بيدربوا اقوى العشائر علشان تنضم لهم في الوقت المناسب، وما عندهمش رفاهيه ان هم يدربوا مبتدئين زيهم علشان ينضموا لهم. هارو بيقول له امشي دلوقتي وسيبني في حالي. نويل بيطلع بره وبيقول لاصحابه احنا ما حققناش الشروط اللي هم عايزينها، ولما نحققها هنرجع مره تانية، بس انت فاكر انه هيتخلى عن حلمه كده بسهوله؟ لا والله. بيبقى عارف ان حاجه زي دي هتحصل. بيعرفوا انه هيكون عشيره وهينضم للقتال ده في اقل من نص سنه، ولو قدروا يحققوا انجازات في الوقت ده هيتكتبوا كاقوى مستكشفين على وجه الارض. الواد بيبقى عايز حدث كده يجذب انتباه الناس ليه علشان يتكلموا عنه وكده. بيبقى عنده طبعا الخطه المناسبه. بيروح بعد كده المبنى التطوير وبيقدر يطور مهاراته وبيترقى للرتبه بي. بيرجع بعد كده للمدينه وبيقابل الشخص ده هو اللي بيبقى اسمه زيك، وده نائب اقوى عشيره في الامبراطوريه، عشيره سيد التنانين، وبيبقى واحد من اقوى 3 مستكشفين في الامبراطوريه كلها، رتبته هي اس. زيك ده بيبقى عارفه وعارف اللي هو عمله كمان. بيعرض عليه ان هو ينضم لعشيرتهم. نويل بيرفض وبيقول له انا مش هشتغل تحت اوامر اي شخص مهما كان هو مين. زيك بيقول له تمام، اللي ما يجيش بالذوق يجي بالعافيه، حتى لو هضطر ان انا استعمل قوتي معاك. نويل بيقول له على ايه يعني؟ انا موافق بس بشرط واحد، انك تثبت لي ان انت اقوى مستكشف من الرتبه اس، وبما ان فيكتور كبر في السن فما عادش فاضل غير 2، انت واليو، لو قدرت تثبت لي كده هنضم لك على طول. الواد بيقول له انت ما طلعتش سهل خالص. نويل بيقول له انا عارف، ولما تحقق الشرط بتاعي يبقى تعالى قابلني. بس فجاه بيجي لهم شخص تاني بيقول لهم تاني اقوى مستكشف قدامنا اهو. زيك بيتعصب من كلامه وبيقول انا عمري ما قتلت اليو، انت عرفت ازاي انه اقوى مني؟ نويل بيقول له علشان هو هزم عدد كبير من اسياد الشياطين لوحده. وقبل ما يخلص كلامه زيك بيهجم على الواد وبيخلص عليه. بيعرف نويل ان دي نقطه ضعفه. من الناحيه التانيه بتبقى ألما بتتدرب مع البنت دي واللي كان اسمها سيليا، بتقدر كمان انها تهزمها وبتقول لها انها لازم تاخد حذرها وتبقى مركزه في كل الاتجاهات. بتيجي بقى البنت دي واللي بيكون اسمها اوليفيا بتعرفها على باقي اعضاء الفريق وبتقول لها تطلب مساعدتها لو احتاجت اي حاجه. بتحذرها من نويل كمان وبتعرفها ان الاشاعات منتشره عنه انه بيبيع اصدقائه كعبيد وعمل حاجات تانية ابشع من كده بكتير. لكن بيجي القائد بتاعها وبيوقفها، بيقول لها ما تحكميش على الناس بمجرد الكلام، لازم تتاكدي الاول من اللي انت بتقوليه. وبياخدها بعد كده وبيمشوا. بيروح بعد كده نويل يقابل لوكي، بيطلب منه معلومات عن الاشخاص اصحاب الرتبه بي، واللي بيكون من ضمنهم قائد اوليفيا اللي بيبقى اسمه ليون، وبيقول له ان هو يعتبر اقوى شخص من الرتبه بتاعته. نويل بيقول له مش مهم، كل شخص عنده نقطه ضعف وانا لازم استغل الضعف ده علشان احقق طموحاتي، انا لازم اوصل للقمه مهما كان الثمن. بيروح بعد كده يقابل هوجو، وده الشخص اللي كان محكوم عليه بالاعدام. بيعرض عليه تاني ان هو يحرره ويجنده في الفريق بتاعه. الشخص ده بيبقى عنده قدره التحكم في الدمى، ودي بتخليه قادر يحرك الدميه على حسب تخيله، وقدر يحقق انتصارات
مسارات كتيره لوحده وما انضمش لاي فريق، وده اللي خلى الشرطه قدرت تقبض عليه بكل سهوله، وبقى في وضعه ده ومستني حكم الاعدام. بس بيقول الشخص ده انت بتضيع وقتك معايا، انا واحد محكوم عليا بالاعدام مش هفيدك في حاجه. نويل بيقول له احنا نقدر نلغي الحكم ده. بيشاور بايده كده وبيجيب له الحارس شاي. بيقول له انت راشي الحارس ده ولا ايه؟ نويل بيقول له لا بس انا ماسك عليه حاجات توديه في 60 داهيه. الواد بيقول له يعني انت بتبتزه؟ نويل بيقول له مش هو لوحده اللي انا ماسك عليه حاجات، كل حارس في السجن ده تقدر تقول ان كلهم تحت اوامري وانا اقدر احررك في اي وقت انا عايزه. قال له حتى لو حررتني انا مش هنضم لفريقك علشان المستكشفين كلهم ما بيفكروش غير في نفسهم، وانا عارف ان انت غيرهم بس انت اسوأ، انت عامل زي التعبان ما بترحمش حد، بتعصر فريستك قبل ما تتعشى بيها. نويل بيقول له انا هعتبر اللي انت بتقوله ده مدح مش اكتر، وهرجع لك مره تانية ومش هسيبك غير لما تنضم لفريقي. بيروح بعد كده ياخد اعضاء الفريق بتاعه وبيطلع على مقر المستكشفين من الرتبه بيه. بيبقى داخل لجوه بس بيوقفوا الشخص ده وبيقول لها انت داخله لمين بالظبط يا حلوه؟ نويل بيقول له انا هعتبر نفسي ما سمعتش حاجه، بس انا راجل مش بنت. الشخص ده بيقول له راجل ازاي من غير ولا خدش في وشك؟ نويل بيقول له هي الرجوله بالخدوش ولا ايه؟ على كده انت كان نفسك تبقى راجل قوي. الشخص ده بيتعصب من كلامه بس قبل ما يعمل حاجه بيقول له نويل انا سمعت ان انت هتبقى اب قريب. الراجل بيقول له انت عرفت ازاي؟ قال له ده بقى سر المهنه، بس لو عايز تقاتلني يبقى انت بتخاطر بكل حاجه. الشخص ده بيترعب منه وبيوسع له الطريق على طول. بيدخل لجوه وبيعرفه بنفسه وان هو يبقى زعيم الافق الازرق. بيدخل هو واعضاء فريقه وبيقعدوا ياكلوا وبيوصل للهدف بتاعهم. بتيجي اوليفيا وبترحب بيهم وبتسال الما دول يبقوا مين. نويل بيستغل انها تعرفها، قالت له ان هي قابلتها مره واحده قبل كده وده لانها صديقه سيليا. بتعرفه كمان انها مش طايقاه فبيقول لها حلو قوي. بيعرفها بنفسه ان هو يبقى نويل. البنت بتتصدم اول ما بتسمع اسمه. بتقول له انت بقى الشخص اللي باع اصدقائه؟ بيقول لها ايوه انا بعتهم بمبلغ كبير للمافيا، هم دايما بيقولوا ان الصداقه لا تقدر بثمن بس انا قدرت اقدر ثمنهم. البنت بتتعصب كده وبتروح علشان تهجم عليه. بريستا بيمسك ايديها وبيقول لها لو فكرتي تعملي كده مره تانية انا اللي هخلص عليكي علشان نويل يبقى الزعيم بتاعي. بتقول له ما هو هيبيعك زي ما باعهم يهبل. قال لها دي حاجه ما تخصكيش، لو قلت حاجه تانية عنه هضطر ان انا استعمل قوتي معاكي. بيجي لوين بقى لما بيسمع صوتهم بيسال عن اللي حصل فبيعرفوا نويل ان في واحده من فريقه حاولت تتهجم عليه. بيروح على طول وبيعتذر منه وبيقول له نويل اعتذارك مقبول بس رب كلابك بعد كده. لوين بيقول له انا بعتذر لك بالنيابه عنها ومالكش الحق ان انت تشتمها كده. صاحبنا بيقول له هي اللي غلطت فيا الاول. اوليفيا بتروح له وبتعرفه ان ده يبقى نويل وانه اكيد مش سهل زي ما الاشاعات بتقول، وبالفعل بيقعد نويل يستفزهم بالكلام. بيبقى ده جزء من خطته. لوين بيتعصب وبيسيبهم وبيمشي. صحابه بيقولوا له ان هو زود الموضوع شويه. قال لهم بالعكس خالص ده كله جزء من خطتي. بيعرفهم الخطه اللي هو عايز يعملها وانه هيستخدم الفريق التاني علشان يوصل اللي هو عايزه. بيروح بعد كده هارو يقابل المساعده بتاعته. بيسالها عن الشخص المناسب علشان يقود القوات بتاعتهم. قالت له اكيد ليو بالرغم من انه متكبر بس قوي جدا. قال لها تمام. قالت له انت شايف حد تاني ولا ايه؟ اوعى يكون قصدك على زيك. قال لها لا انا قصدي على نويل. البنت بتضحك من كلامه كده وبتقول له انت لسه رافض طلب انضمام عشيرته، هيبقى قائد القوات ازاي؟ قال لها انا عارف انا بقول لك ايه، لو مش مصدقه يبقى نتراهن، لو ليو بقى القائد لقواتنا يبقى انت فزتي، وفي الحاله دي هتخلى عن المنصب بتاعي كرئيس للعيله وهعينك كمان مكاني، ولو نويل اللي مسك يبقى انت خسرتي وفي الحاله دي هبعتك للمدينه التانيه على طول. البنت بتوافق وبتقبل التحدي. بيروح بعد كده ليون يقعد مع واحد من الفريق بتاعه. بيبقى متضايق من اللي حصل بس الشخص ده بيطلب منه ان هو يتحكم في نفسه اكتر من كده علشان واضح ان نويل ده مش سهل زي ما هم كانوا فاكرين. بيوري له رساله جايه من النقابه بيعرفوا ان هم طلبوا فيها من الاحزاب ان هم يكونوا عشاير وكل واحد من الفريق جاله رساله زي دي. فبيقول له ليون انا كنت جاي علشان اتناقش معاك في الموضوع ده اصلا بس انت شفت اللي حصل وانا ما قدرتش اتحكم في نفسي. بيقول له على العموم بقى اعضاء الفريق موافقين وهم مستنيين الرد بتاعه. ليون بيعرفوا ان هو كمان موافق وبيروحوا تاني يوم يقدموا طلب انضمام للعشيره. هارو بيرفض طلبهم فبيسالوه عن السبب. بيقول لهم اللي هو قاله لنويل فبيتعصب من كلامه وبيقول له طالما هو كده بعت لنا ليه رسائل علشان نقدم طلب انضمام. هارو بيقول لهم ان النقابه ما بعتتش حاجه وان ده اكيد مقلب حد عامله فيهم. بينهي المقابله معاهم على طول وبيطلب منه ليون ان هو يديلهم فرصه. بيقول له بس انا عندي شرط واحد وهو انكم لازم تنجحوا في الاختبار اللي هعمله ولازم تخلصوا على وحش من الرتبه بيه. لو قدرتوا تعملوا كده هوافق على طلب انضمامكم بس في حاجه نسيت اقولها لكم وهو ان انتوا هتتنافسوا مع فريق تاني انا رفضت طلب انضمامهم. بيكون قصده على نويل وفرقته. بيعرفوا ان من شروط الفوز في المسابقه دي ان هم يهزموا وحش الدند. هو بيسالهم اذا كانوا يعرفوا اي معلومات عنه. نويل بيقول له ان دي وحوش بتقدر تقرا افكار الناس باستخدام العين الثالثه ودي اللي بتبقى موجوده في وشهم والمستكشفين اللي ما بيقدروش يهزموهم بيتعرضوا للتعذيب. هارو بيقول له انت جبت الخلاصه. الفريقين بقى هيتنافسوا على هزيمه واحد من الوحوش دي واللي هيقدر يوقعه الاول هو اللي هيفوز. نويل بيساله اذا كانوا يقدروا يخلصوا على المجموعه الثانيه بمجرد فوزهم. بيقول له الشخص ده ان هم ما بيقتلوش البشر وان دي قاعده هم ماشيين عليها. هارو بيطمنه وبيقول له بمجرد الفوز هيتمنع اي هجوم اضافي وانا هراقب الاختبار بنفسي علشان اضمن كده والفريق اللي هيخسر هيتفصل عن بعض وهيتمنع ان هم يتجمعوا مره تانية في المستقبل ولو اتجمعوا هلغي عضويتهم كمستكشفين ولازم توقعوا على العقد ده. وبالفعل بيوافق الفريقين على
على الشروط، بيوقعوا على العقد وبيعرفوا مهارو ان الاختبار هيبقى بعد بكره ولازم يبقوا مستعدين. الوقت بيعدي وبيجي يوم الاختبار، الفرقتين بيتجمعوا علشان يهزموا الدن. بيقول لهم هارو على الشروط مره تانية، بيديهم امر بالهجوم، وبالفعل بيتجه ليون وفريقه علشان يهزموا الوحش. بس نويل بيعمل عكس كده خالص، بيقعد هو واعضاء فريقه علشان ياكلوا. ليون بيستغرب منه وبيقول ان دي مسابقه ولازم واحد بس هو اللي يفوز. نويل بيقول له ما انا ما بعرفش قاتل وانا جعان، لازم اكل الاول، وبما انكم اقوى مننا فانا ما عنديش مشكله ان انتوا تاخدوا الخطوه الاولى. ليون بيتصدم من اللي هو سمعه، بس الشخص ده بيقول له سيبك منه، احنا لازم نخلص على الوحش الاول. وبياخده وبيمشي. بيدخلوا لجوه وبيتجمع اعضاء الفريق، بتعرفهم اوليفيا ان الوحوش هتوصل في خلال 5 دقايق. ليون بيديهم امر بالاستعداد، بس بيقول لهم الذئب اللي معاهم انا عندي حاجه لازم اقولها. انا نويل جالي من كام يوم وطلب مني ان انا اخون الفريق بتاعي، انا رفضت على طول، بس هو اكيد قابلكم زي ما قابلني. اوليفيا بتقول لهم بالفعل ان هو جالها هي كمان، وراح كمان للشخص ده، والواضح كده ان هو راح لهم كلهم ما عدا ليون، لكنهم بيقولوا له انهم عمرهم ما هيخونوا الفريق وانهم لازم يفوزوا في الاختبار ده كمان. بيبقى نويل والفريق بتاعه لسه قاعدين، وبنعرف ان هو اللي بعت لهم رسائل باسم النقابه، بيسالوا اصحابه هيعملوا ايه لو قدروا ان هم يهزموا الوحش ده. نويل بيقول لهم ان كل ده جزء من خطته، هو عارف مدى قوه الفريق التاني، وعارف كمان قوه ليون، وانه مش بس قائد الفريق ده بيمتلك قوه الاجنحه الملكيه، ودي حاجه هو مولود بيها ويقدر يفعل مهارته بسرعه كبيره، بس ده ما يمنعش ان احنا نقدر نفوز عليهم. انا عملت كده بالفعل علشان انا زرعت الشك وسطهم، وقلت لهم على كل اللي هيحصل، وان ليون هيخونهم. بيكون راح لكل واحد فيهم وعرض عليهم ان هو يخون ليون علشان هو اقوى منهم، وما فيش حد فيهم هيقدر ينافسه بقوته، وحتى لو فازوا هو هيحتفظ بالنصر لوحده بصفته قائد الفريق. لكن اصحابه بيرفضوا وبيقولوا له ان هم يدعموه مهما كان الثمن. نويل بيقول لهم بس انتوا لو ما خنتوش هو هيخونكم، وبيبقى في الوقت ده اعضاء الفريق نازلين طحن في الدن، لكن ده كله ما بيأثرش فيه طبعا، بيبقى قوي جدا وبيكونوا قدروا ان هم يهزموا كل اعضاء عشيرته، لكن هو بيقدر يقرأ افكارهم ويتفادى كل هجماتهم كمان. ليون بيفعل الاجنحه الملكيه بتاعته وبيروح علشان يهجم عليه، لكنه برضه بيتفادى الهجمه بتاعته، بيشيل مجموعه من الصخور وبيحدفها عليهم، بيقدر انه يوقع اوليفيا، وبيروح بعد كده دانتي يهجم عليه. بيعرفهم انه قدر يقرأ افكاره، وعارف ان ليون عارف ان هم مش هيقدروا يفوزوا. ليون بيقول له احنا ممكن فعلا ما نقدرش نفوز، بس مش هنخسر بعضنا مهما حصل. بيفعل كل قوته وبيبعدوا عنهم. نويل بيعرفوا في الوقت ده ان دي الاشاره، بياخد فريقه وبيتجه لارض المعركه، وبيبقى في الوقت ده ليون وفريقه جوه درع الحمايه، بيستخدم سحر الشفاء وبيقدر ان هو يشفي جرح اوليفيا. البنت بتعتذر منه علشان خيبه اماله، لكنه بيقول لها ان هم لسه ما خسروش، وهو عنده خطه يقدروا يفوزوا بيها. بيعرض عليهم الشخص ده ان هو هيبقى الطعم ويشتت انتباه الوحش. في الوقت ده هيفعل ليون كل قوته ويهجم على الوحش. ليون بيعرفوا ان ده خطر وممكن يخلص عليهم كلهم. الواد بيقول له ما قدامناش حل تاني. ليون بيرفض وبيعرفوا ان الدانت بيقدر يقرا الافكار وهيعرف على طول ان ده طعم. بيقول له لو ما عملناش كده هنخسر وهيفرقونا عن بعض. ليون بيقول له قدامنا حل تاني، ان احنا نتحد مع الافق الازرق ونهزم الدانت، وبكده مش هنتفرق عن بعض. بيفتكروا على طول كلهم في الوقت ده كلام نويل، وان ليون هيخون الاول. الشخص ده بيقول له ان هم مش هيعملوا كده علشان الافق الازرق هو عدوهم، المفروض يهزموهم مش يتعاونوا معاهم. ليون بيقول لهم انا القائد بتاعكم ولازم احميكم كلكم، ما اقدرش اضحي باي حد فيكم. قالوا له يعني انت واثق في نويل اكتر مننا؟ ليون بيقول لهم انا واثق فيه اكتر منكم. الواد بيتصدم من كلامه وبيقول له يبقى نويل كان عنده حق فعلا، كان عنده حق لما قال لنا ان انت هتخون. الواد بيستخدم سيفه وبيرشقه في بطنه، بيقول له ما كنتش اتمنى ان انا اعمل كده، طول عمري كنت بحبك لكن انت خنتنا. بيكون الوحش قدر ان هو يوصل لمكانهم، بس نويل هو كمان وصل. بيبدا الهجوم على طول وبيفعل قوته وبيعزز قدرات اصحابه، بيستخدم بريست مهاراته وبيقدر ان هو يصفي ذهنه، وبيكون نويل دربه ان هو يقاتل بعقل صافي علشان الدانت ما يقدرش يقرا افكاره. بيهجم عليه نويل بعد كده بالرصاص، بيكون اكتسب قدره بسبب تطوير رتبته، وهو انه يقدر يفكر بسرعه كبيره قبل ما الدانت يقرا افكاره، وده بيسبب تشتيت للوحش وما بيكونش قادر يقرا افكاره اصلا. بيشيل بعد كده العين الثالثه اللي بتخليه يقرا افكار الناس، وبيتحول بعدها لوحش عادي. نويل بيدي الامر لألما انها تخلص عليه. بالفعل بتعزز سرعتها وبتروح علشان تهجم عليه، وبتستخدم مهارتها الجديده وهي انها تقدر تختفي لمده 3 ثواني. بتطير من فوق الوحش وبتروح بعد كده تخلص عليه في لمح البصر. جامد يا ابني والله. وبكده يبقى نويل فاز في الاختبار ويقدر يكون العشيره بتاعته. بيروح له اعضاء الفريق التاني وبيسالوه اذا كان هو اللي خطط لكل ده. بيقول لهم ايوه، انا توقعت كل اللي هيحصل، وانا اللي رتبت للنقابه انها تجهز الاختبار ده، وكنت عارف ان هم هيختاروا وحش الدند. حتى الرسائل اللي جات لكم انا اللي بعتها. الشخص ده بيتعصب منه وبيروح علشان يضربه. نويل بيقول له ما تتعصبش قوي كده، انتوا اللي ساعدتوني ان الخطه تمشي زي ما انا عايز، علشان طول عمركم كنتوا عايزين الحريه. انتوا كلكم اقوياء بس ليون اقوى منكم، وهو قائد الفريق ويقدر يبدلكم في اي وقت، وده كان مولد جواكم الغيره والكره، وفريقكم كان كده كده هيفشل. انا ساعدتكم بس مش اكتر. بيوصل هارو وبيعلن فوز الافق الازرق، وبيفصل كمان اعضاء الفريق التاني عن بعض. الاخبار بتنتشر وبيعرف الناس كلها خبر انفصال الفريق عن بعضه. بيروح كل عضو ينضم لفريق تاني، وبيبقى الشخص ده مش قادر يسامح نفسه، مش قادر يتخيل ان هو طعن اعز اصحابه. بيفضل يشرب علشان ينسى، لكن بيقول له صاحب المكان ان هو لازم يحرر صديقه. بيقول له ان هو حر بالفعل. قال له لا اكيد خيبه الامل بتطرده، وافكاره كمان محصره في
كل مكان، مش قادر يتخيل ان هو ما وثقش فيه، علشان كده لازم تحرره وتخليه يستخدم الاجنحه اللي اتوهبت له. انت الوحيد اللي قادر تعمل كده، وده علشان هو كان اعز اصحابك. في الوقت ده بيبقى اليوم ماشي لوحده، لكن بيلاقي فريق النسر بيهجم عليه. بيقول له الشخص ده انا كنت مستني اشوفك لوحدك. نويل بيقول له بس انا ما عملتلكش حاجه وما اذيتش حد خالص. قال له ايوه، ما هو ده صلب الموضوع. انت دايما كنت بتقول ان انت ما بتقتلش الناس، وكنت دايما مطلعنا وحوش. انت مش متخيل كميه الناس اللي هجموا علينا بسبب اللي انت بتعمله. بيفضل يضرب فيه من غير اي رحمه. بيبقى لسه هيخلص عليه، بس نويل بيوصل في الوقت المناسب. بيمسك صحابه بيكسر عظمهم وبيسالهم هم هنا بيعملوا ايه. بيعرفوا نويل ان هم كانوا هنا بياخدوا جوله في المكان. بيتعصب منهم وبيدي امر لاعضاء فريقه ان هم يخلصوا عليهم، لكنهم بيقولوا له نخلص على مين يابا؟ دول هزموا فريق الفرسان المجنحين، انت متخيل ممكن يعملوا فينا ايه؟ بيسيبوه وبيطلعوا يجروا على طول. نويل بيقول له انا هعرفك تكلم عمك ازاي تاني مره. بيهجم عليه وبيطير له مناخيره على طول. بيقول له لو فكرت تكلمني كده مره تانية انا مش هخلص عليك لوحدك، انا هخلص عليك انت وعيلتك كلها واي حد يعرفها. هو بيطلع الشخص ده يجري على طول. بيروح بعد كده يعرض على ليون ان هو ينضم لهم وهيعينه نائب لقائد العشيره. ليون بيقول له انت اكيد مجنون، انت السبب الرئيسي ان فريقنا اتفرق، انا مش ممكن انضم لك تاني. نويل بيقول له انت اكيد فاكر ان فريقك كان ممكن يفوز، السبب الوحيد اللي خلاك قائد الفرقه دي هو تضحيه اعضاء فريقك. انت بالفعل اقوى منهم، لكنهم كانوا بيحاولوا يوصلوا لقوتك دي، وده خلاهم يشتغلوا اكتر. ومهما طال الوقت اللي اتجمعتوا فيه كان هيجي يوم وتتفرقوا، وده اللي انا قدمته ليكم بالظبط. المفروض بقى تشكرني على اللي انا عملته. الراجل بيقول له بس انا لو عملت كده يبقى كل اللي انا عملته راح على الفاضي، انا مش هقدر اعمل كده. نويل بيقول له يعني ايه هتسيب القتال؟ ليون بيقول له ما عادتش فارقه خالص، احنا كده كده اتفرقنا وما عدتش اقدر ارجع اللي فات تاني. نويل بيقول له لا، تقدر ترجعه لو حفرت اسمك في التاريخ، لانك لو عملت كده فريقك هيفضل عايش على طول. ليون بيقول له بس لو انضمت لك هبقى خاين. نويل بيقول له فكر في نفسك وفي اسم فريقك اللي فضلت تعمله سنين كتير، لو عايز تخلد اسمك يبقى لازم تتخلى عن حاجات كتير زي ما انا اتخليت عن حاجات كتير علشان اثبت للعالم ان انا اقوى مستكشف في التاريخ. بيعرض عليه ان هو ينضم له واليوم بيوافق. الاخبار بتوصل لهارو وبتقول له حفيدته انه كده بيخترق القوانين. بيقول لها هو ما عملش حاجه، هو هزم الفريق وقدر يضم القائد بتاعهم لفريقه، وده من غير ما يضغط على اي حد فيهم، وبكده يبقى عزز قوه فريقه وانا اديتهم مهمه علشان اختبر قوتهم. بيعرفوا ان في وحش ظهر اقوى من وحش الدند، واللي بيبقى ملك الذئاب، عنده قدره تخليه يقدر يسيطر على الاشخاص اللي ماتوا لازم يخلصوا عليه علشان ينجحوا. بيبقوا ماشيين في المدينه كل الاشخاص بيتكلموا عن اللي هو عمله وانه بكده يبقى خان فريقهم. نويل بيقول له ما تشغلش بالك ولازم ترمي كل ده ورا ظهرك علشان توصل، لكن في الوقت ده بيوصل صاحبه وبيروح علشان يهجم على نويل. ليون بيتصدر للهجمه بتاعته وبيقدر ان هو يهزمه من ضربه واحده. بيروحوا بعد كده على بيتهم الجديد وبيكون ده مقر العشيره بتاعهم، واللي بيبقى نويل اشتراه مقابل 20 مليون، واللي كان عباره عن مقر تنفيذ الاعدام في الماضي ويعتبر مشؤوم لاهل المدينه كلها. بيكون نويل كمان جاب كتاب طرد الارواح وبيقدر يهزم بيه اي روح شريره. بيديهم بعد كده قلادات على شكل تعابين، بيقول لهم ان ده رمز الازدهار والخلود في الماضي، وهو هيستخدم كل الرموز دي علشان يوصل للقمه. بيسمي العشيره بتاعتهم باسم العاصفه الجامحه. بيتجهوا بعد كده لمقر ملك الذئاب علشان يخلصوا عليه، بس بيكتشفوا انه عنده قوه كبيره جدا وكمان يقدر يجدد نسله. بيكون مستني قوتهم تخلص علشان يهجم عليهم. نويل بيدي الامر لألما وبريستا بتامين الهجوم، وبيدي امر لليوم بتفعيل قوته كلها. لكن انت فاكر ان هم هيخلصوا عليه بالسهوله دي؟ لا والله، ملك الذئاب بيبقى قوي جدا، بيكونوا خلاص جابوا اخرهم. بيروح علشان يخلص عليهم، بس نويل بيقول له انه عنده صفقه ممكن يعملها معاه، وهو انه لو سابهم يمشوا هيقدم له معلومات هتفيده. بيرش بعد كده ماده في الجو واللي بتشل حركته على طول، بتكون عباره عن سم من دم ألما ما بيشتغلش غير على الوحوش. الوحش بيقول لهم انا مش هقع من رشه واحده. نويل بيقول له انا عارف كده، وعلشان كده استدرجناك لهنا وزرعنا السم ده في كل مكان ومثلنا ان احنا ما عدناش قادرين. بيكون كل ده من تخطيط نويل وحاسب عدد الثواني اللي هيقع فيها. بيحاول ملك الذئاب ان هو يستدعي اتباعه لكنه ما بيكونش قادر. السم بيكون انتشر بالفعل في كل انحاء جسمه، وده بعد ما استخدم معظم قوته علشان يجاري تمثيلهم. بيجمع كل قوته وبيروح علشان يهجم على نويل. نويل بيسبقه وبيخلص عليه بالمسدس بتاعه. بيطلع بعد كده وهارو بيبارك له على اللي هو عمله، انه قدر يهزم وحش بالقوه دي. نويل بيقول له بس انا لسه ما وصلتش للي انا عايزه، انا لازم اوصل لحزب الشارات الملكيه وفي خلال 6 شهور هقدر اعمل كده. هارو بيقول له بس ده صعب. نويل بيقول له مفيش صعب على حفيد اوفر ديس، انا قلت لك قبل كده ان انا هبقى اقوى مستكشف على وجه الارض مهما كان الثمن، ولازم احقق الحلم ده. وبيسيبه بعد كده وبيمشي. ولحد هنا بيخلص الجزء الاول من الانمي بتاعنا. اتمنى ان هو يكون عجبكم، لو عجبك ما تنساش تكتب لي رايك في الكومنتات، وان شاء الله اول ما ينزل الجزء الثاني هنكون اول ناس تلخصه. وما تنساش اللايك والاشتراك المتين، وبكده اقدر اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في حفظ الله ورعايته.